طبعا اول الشهر كنت منزل فيديو اللي هو اختفاء لمدة شهر. فانا حابب اشارك معاكم اللي عملته خلال الاسبوع الاول، وكان انجاز كبير قوي. واول حاجة اللي هو كان الشهادة اللي هو بتاع الاي كوميرس والديجيتال ماركتنج من جوجل، كان 7 كورسات. والاتش ار من اتش ار سي اي، كان برضو هو ده منها. هي تقريبا الوحيدة اللي كان في جوجل، قصدي في كورسيرا، اللي هي كان شهادة. المهم تعالى اوريكم المضمون. وبرضه اللي شغال عليه دلوقتي، الشهادات اللي شغال عليها دلوقتي وهتنبهروا طبعا، هو ده تبع السايبر سيكيورتي. بمعنى ان الكورس اللي انا الشهاده مش كورس اللي انا الشهاده اللي انا بخلصها حاليا في خلال الاسبوع ده هي السايبر سيكيورتي. انا طبعا حاليا في الكورس الرابع، ولسه ناقص لي 4 كمان واخد الشهاده. طبعا في شهاده تانية اللي هي كان بتاع اوس كلاود تكنولوجي، ممكن اخرها شويه في الاسبوع التالت. اللي هو بتاع اوس اللي هو السيرفرات والكلاود وهكذا. وفي تاني البابليك ريليشن شيب، العلاقات العامة. وفي في الستاك سوفت وير ديفلوبر. وفي هو ده مش اللي في كورسيرا، كورسيرا فيها شهادات تانية ولكن ده اللي أنا يعني شغال عليه. وفي طبعا البروجكت مانجر، ده اللي هم أنا أشتغل عليهم زي ما انتم شايفين كده. المهم، طبعا انا هعمل فيديو بسيط كده يعرفكم ازاي تستخدموا كورسيرا. مش هنزله على اليوتيوب، هنزله على قناه التليجرام. قناه التليجرام هتلاقوها في الوصف تحت. قناه التليجرام دي فيها، لو انتوا شفتوا الفيديوهات، يعني أنا الفيديو اللي هو هيظهر في الشريط اللي فوق ده بتاع التحدي او اللي هو يعني اختفاء، هتلاقوا كنت انا بتكلم في الفيديو ده عن بعض الاوراق اللي انا بستخدمها ممكن تفيدكم. فقناة التليجرام دي فيها الأوراق دي PDF ممكن تطبعوها. وبرضه هعمل فيديو الخاص بالكورسيرا، هيكون عبارة عن اللي هو ازاي تفتح الماتيريال. في بعض الكورسات هتلاقيها مدفوعة، ففي طريقة ممكن تفتح الماتيريال اللي هو الفيديوهات واللي هو المقالات وهكذا. وفي طريقة تانية طبعا هتكون صعبة حبتين، لأن في الطريقة المجانية خالص دي هيفتح لك الماتيريال من غير ما تعرف تمتحن وتاخد الشهادات. في طريقة تانية ممكن تاخد فيها الشهادات، ولكن لازم حرفيا تعمل زي ما أنا بعمل كده، تنام تصحى تنام تصحى على الكورسات عشان بيبقى في مدة معينة. وفي طريقة تانية التالتة بقى اللي أنا حاليا بستخدمها، اللي أنا تشترك في كورسيرا بلس. كورسيرا بلس ممكن تشترك بطريقتين. يا إما لو انت في مصر، انا في مصر عارف انها متوفرة في بعض البيدجات، بتوفر كورسيرا بلس بسعر حرفيا 300 400 جنيه حاجة زي كده. لأن كورسيرا تقريبا ب 3000 أو 4000 لو انت تشتري من المباشر من الموقع. المهم، هعمل الفيديو ده على الحوار انك ازاي تفتح الماتيريال المجانية. انت ممكن اصلا في البداية ما يكونش فارق معاك الشهادات، بمعنى انك عايز تتعلم ومن حاجات تقيلة زي جوجل IBM، فدي هتكون مفيدة ليك. او لو انت بقى فاضي وعندك هدف وحابب تأدي، هي لازم يكون عندك هدف. لان اللي انا بعمله عشان بس افهمكم، الشهادات دي لو حد فكر انه يبدأها تاخد وقت كتير. انا فكرة اللي بيخلاني اخلص في اسبوعين الحاجات اللي انت شفتها دي، حرفيا انا بنام. يعني انا دلوقتي اصلا هروح انام شويه، بصحى اخلص كورس، انام اصحى اخلص كورس انام اخلص كورس، هكذا. يعني ده هو يومي. فبس. المهم، الاسبوع الجاي اللي هو يوم 14 بقى هحاول انزل لكم فيديو بالظبط، هبقى اوريكم ايه اللي عملته. وطبعا انا مشارك الحاجات دي لسببين. السبب الاولاني هو فكره ان انا وقت ما افتكر نفسي كده، يا مش فاكر الايام دي، اللي هو تكون ذكريات بيني وبين نفسي. السبب التاني ان ممكن اكون سبب في ان حد يتحرك. تمام، لان اكون معاكم انتوا مش حد يعرفني، ولكن انا كنت صانع محتوى وستريمر في حته الجيمنج وهكذا. وكان ليا اللي هو الجمهور بتاعي، وليا كان في مشاهدات وكل الكلام ده. فانا مش عامل الموضوع ده لان انا اكون صانع محتوى آه، بشكل اساسي. يعني انا عندي شغل ودنيا، يعني بنحاول نعمل شركة في الواقع. المهم بس كده، يلا مع السلامة.